السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم تحليه بالفلون والفواكه كتجي لذيذه بزاف. يمكن لكم تحضروها لمائده الافطار وكذلك وجبه السحور. كنتمنى انكم تتبعوا مراحل الفيديو من الاول الى الاخر. غنحتاج في المكونات حبه من التفاح، 3 حبات من الكيوي، القليل من عصير الحامض، حبتين من الموز، كمية من الفراولة، وغنحتاج نصف لتر من الحليب، 2 ملعقة كبيرة سكر حبيبات، 50 غرام من الفلون بنكهة الفانيلا، ملعقة كبيرة من النشا. غادي نقطع هاد الفواكه الى مربعات صغيرة ونرجعوا نكملوا باقي المراحل. هذا هو شكل الفواكه من بعد ما قطعتهم الى مربعات صغيرة. غنضيف القليل من عصير الليمون الحامض للتفاح والموز باش ما يتغيرش اللون ديالو. غنحتفظ بالفواكه جانبا. غناخد كاسرونه غنضيف فيها المايزينا اللي هو النشا، الفلون بنكهة الفاني، سكر حبيبات، غادي نضيف القليل من الحليب، غادي نخلط جيدا باش ما يتكونوش تكتلات. ثم غنضيف الكميه المتبقيه من الحليب ونخلط مزيان. ثم غادي نوضع الكاسرونه فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيبدا الخليط في الغليان. من بعد ما بدا الخليط في الغليان غادي نطفي عليه ونحتفظ به جانبا. غنضيف التفاح والموز لباقي الفواكه وغادي نخلطهم مع بعض. غنوضع كمية متساوية من الفواكه في الكؤوس بسرعة باش ما يعقدش خليط الفلون. غنستمر حتى كنكمل الكمية اللي عندي. في الاخير غادي نفرغ الفلون بكمية متساوية في الكؤوس، كنفرغ شوية بشوية حتى كنكمل الخليط. غنحتفظ بالتحلية فوق سطح العمل لمدة 5 دقائق حتى كتبرد شوية. من بعد كندخلوها للثلاجة باش تبرد وتمسك مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية من بعد ما بردت مزيان وتماسكت. زينتها بقليل من الفراولة والكيوي ورقائق اللوز. كنتمنى انكم تجربوها لانها كتجي لذيذه بزاف. الى اللقاء، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.